أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. كنتلاقاو في قناتي الجديدة مطبخ سناء. اليوم إن شاء الله الوصفة اللي غادي نحضروا اليوم غادي نحضروا زعلوك بالخضر اللي غادي يكون مشوي في الفران. بالنسبة للمقادير ديال هذه الوصفة، حنايا في حاجتنا غادي نحتاجو عندنا هنايا الدنجال كيف ما كتلاحظوا، ها هو عندي هنا هذا البلاطو ففيه الخضر اللي غادي ندخل الفران. عندي الدنجال بالنسبه للكميه، يعني كل سيده على حسب الكميه اللي هي باغا تستعمل. وعندي هنايا درت انايا 3 الحبات ديال الطماطم ديال مطيشه، وعندي هنايا 4 ديال الفلفلات. هادو راه صغار على هذا الشكل، فلفله بلديه، هاد الصغيره كتكون بلديه. وعندي واحد الحبه ديال الفلفله حمراء. هذه هي الخضره اللي غادي نستعمل في الزعلوك. وغادي نستعمل كذلك عندي هنايا 6 الفصوص ديال الثوم. عندي هنايا الزيتون احمر اللي غنستعملوه في اخر ديال الوصفه للتزيين. وعندي هنايا واحد ربيطه ديال القزبر ومعدنوس. وعندي نص حامضه مصيره. اما بالنسبه للتوابل اللي غادي نحتاج، عندي الكمون ثم البزار وعندي التحميره. وبطبيعه الحال غادي نستعملوا الملح ومعلقه صغيره ديال الهريسه. وهنايا عندي زيت الزيتون اللي غادي نصب بها وغادي نطيب بها. دابا بعد ما ذكرنا جميع المقادير غادي نمشيو للمرحله المواليه، هي مرحله التحضير. اول حاجه غادي ناخذ بعدا واحد طاوه ديال الفران اللي غادي ندير فيها هاد الخضره ديال الزعلوك مع الدنجال. غادي ناخذ طاوه ها هي على هذا الشكل. اذا كيف ما قلت لكم غادي ناخذ الطاوه. هاد الطاوه هذه غادي نفرش فيها هاد الورق على هذا الشكل. ثم غادي ناخذ الدنجال وغادي نستفو على هذا الشكل هذا. وكذلك غادي ندير مطيشه، وغادي نستعمل هذه الفلفله. جميع الخضر كلها غادي نديرها هنا. نبعد بعدا هاد الطباصل على هذا الشكل، نقرب هذه لهنايا باش تبان مزيان. وغادي ندير هذه الفلفله الحمراء غادي نديرها هنا. اذا كيف ما لاحظتوا استفت جميع الخضر على هذا الشكل هذا. وكذلك غادي نزيد لهم هاد الثومه هذه غادي نزيدها هنايا. ودابا ما بقى ليا، دابا بالنسبه ليا انا الفران راه عندي مشعول، فغادي ندير ليه الطاوه باش هاد الخضره هذه غادي تشوى لينا. فكيف ما لاحظتوا خديت جميع الخضر استفتها هنايا في الطاوه. الفران راه مشعول، غادي ندي هاد الخضره هذه باش غادي تشوى ليا في الفران. وبالنسبه اللي بغى يعني شي زعلوك انه يدير زعلوك، يعني زعلوك اللي غيكون على حقه وطريقه، فانه غادي يدير هاد الخضره هذه غادي يشويها على الجمر. كذلك راه كتجي فيها واحد البنه وواحد اللذه ديال، كنعرفوا بان اي حاجه على الجمر كتطلق لينا، راه كتجي بنينه وكتطلق ديك البنه ديالتها. غير فقط انه منين غادي يبغيو يشويوها على الجمر ياخذوا القطيب على هذا الشكل ويديروا فيه جميع الخضر بحال غادي نديروا بولفاف. كنخشيو الخضره على هذا الشكل كامله بحال غادي ندير بولفاف. وندير كذلك الفلفله، كلشي هاد الخضره هذه نديرها في قطبان غير باش كتجيني سهله على الجمر. ثم كنحطها على هذا الشكل وكنبقى كنشوي فيها على الجمر من جميع الجوانب. بالنسبه ليا انا غندخلها فقط غادي ندخلها للفران. دابا الفران شاعل، غادي نتلاقى بكم بعد ما غادي تشوى لينا الخضره ديالتنا. دابا كيف ما كتلاحظوا اخواتي الخضره ديالتنا ها هي كامله تشوات. دابا كناخذ واحد البلاستيك غذائي على هذا الشكل، بلاستيك غذائي على هذا الشكل، وغادي ندير فيه الدنجال. غادي ناخذها، لاحظوا كنستعمل فيه هكا هاد الدنجال هذا. وغادي نستعمل نحطه هنايا في هاد الجهه باش تبان لكم مزيان. وغادي نستعمل فيه كذلك الفلفله. جميع هاد الخضر اللي مشويه ديال الدنجال والفلفله كنديرهم في هذا البلاستيك الغذائي باش كيرجع عليهم الصهد، وفي ساعه كتزول لينا الجلده ديالتهم. بالنسبه لهاد الفلفله انا راه مستعمله هاد الفلفله البلديه، كتكون الجلفه ديالتها رقيقه.
ما غاديش نستعمل عير مطيشه والثومه. ومن بعد اللي غادي نزول لهم الجلده راه غادي نقطعهم قطع صغيره، وغادي نتلاقاو في اذا لاحظوا على هذا الشكل. غادي نخليهم واحد شويه حتى تعرق عليهم شويه البلاستيكه، وكيف ما قلت لكم غادي نزول لهم الجلده ديالتهم وغادي نقطعهم، وغادي نتابعوا الوصفه ديالتنا اليوم. المرحله الاخرى اللي بقات لينا اللي غادي نديروا الزعلوك، غادي نديروا ليها التوابل والتشرميله ديالته. هو كيف ما كتلاحظوا هاني راه بديت كنقي فيهم. الدنجال بهذه الطريقه لاحظوا في ساعه كتزول ليه الجلده ديالو. ومن بعد ملي نقيت دابا الخضره اللي عندي كامله غادي نقطعها، وغادي نكملوا الوصفه. غادي نجيب الطنجره اللي غادي ندير فيها هاد الزعلوك باش غنكملوا الوصفه ديالنا. لاحظوا كتحيد بسهوله. وهاد الفلفله هذه كيف ما قلت لكم لاحظوا الجلفه ديالها كتكون رقيقه بزاف. نحيد لها بعدا هذا. دابا غادي نخليكم حتى نسالي هاد الفلفله اللي بقات ليا، وغادي نتلاقاو ملي غنقطع هاد الخضره هذه اللي عندي. اذا كيف ما كتلاحظوا اخواتي قطعت جميع الخضر اللي انايا شويت في الفران، الدنجال ومطيشه والفلفله، وكذلك درت الثومه، وهنايا داك القزبر والمعدنوس انا قطعته. غادي نضيف ليه دابا، غادي نضيف هاد نص حامضه مصيره، غادي نقطعها على هاد الشكل. ثم غادي نضيف التوابل. غادي نضيف هاد المعلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره. غادي ندير شويه الملح على حساب ان عندي الحامض مصير، مالح. وفي الاخير حنا كنذوقوا الملحه، الا كانت خاصنا الملحه كنضيفوها. ثم غادي نضيف الكمون، وبطبيعه الحال راه الزعلوك راه كيحتاج الكمون يعني بالزايد. وغادي نضيف هنايا عندي البزار، ثم غادي ندير التحميره او الشاونيه. غادي نزيد على البوطه وزيت الزيتون. ما كنستعملوش زيت المائده، غادي ندير فقط زيت الزيتون. دابا غنخلي هاد العناصر، جميع هاد المكونات وهاد العناصر كتقلى ليا مزيان، وبطبيعه الحال مع التحرك حنا هي كتقلى وحنايا كنبقاو كنحركوها على هاد الشكل حتى كلشي الخضر كتندمج مع بعضياتها، وكتشرب ليا بديك العطريه اللي انايا درت ليها. دابا غنغطي عليها شويه الطنجره، وغادي نخليها شويه تقلى وتشرب ديك زيت الزيتون اللي حنايا ضفنا. وغادي نخليكم دابا ونتلقى بكم من هنايا لشويه. كيف ما كتلاحظوا اخواتي الزعلوك ديالنا ها هو. كيف ما قلت لكم كنبقى نقلي فيه على هذا الشكل، وكنبقى كنمعك شويه هكا بالمعلقه. دابا صافي راه وجد لينا. انا اليوم غادي نقدمو مع كفته ديال اللحم، ها هي كنقلي فيها شويه ديال الزيت. اذا ما بقى ليا غير نخليكم دابا باش غادي نتلاقاو في الشكل النهائي ديال هذا الطبق اللي انايا وجدت اللي شاركتكم به اليوم. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما كتلاحظوا الشكل ديال الزعلوك ديالنا بالخضر مشويه اللي حنايا وجدنا اليوم ها هو. كنقدموا لكم بالصحه والراحه،
وكنتمنى على انكم تجربوه لانه فعلا كيجي بنين. وحنا راه الزعلوك عاده لما كنستعملوه للعشاء كيتحط في صحن عائلي ولا كيتحط في طبيصلات كشلاضه اللي هي مرافقه اما الحوت ولا الدجاج ولا اللحم. انا هنايا حطيته في طبق رئيسي ومعاه هاد الاصابع ديال الكفته اللي انايا قليت. كنتمنى على ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ولا عجبكم انكم ديروا لايك وانكم تشتركوا في قناه مطبخ. هذه القناه الجديده ديالتي، شاركوا فيها باش يوصلكم الجديد الاسبوعي ديالنا من الوصفات. كنقول لكم بسلامه وكنضرب لكم موعد مره اخرى